الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله أكبر أم الدنيا كمان واكتر لو قلت وصلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحب أشكركم مقدما على حسن الاستماع، وإن شاء الله نلتقي في النهاردة في موضوع جديد. هو موضوع مهم جدا جدا، وأتمنى أن أنتوا يعني تفكروا فيه شوية. الموضوع هي حاجة إحنا أغنياء فيها جدا، لكن أكثر شعوب العالم افتقارا لها في نفس الوقت، وهي الحضارة. يعني أنا لما أولادي راحوا المدارس أوائل الثمانينيات، وفوجئت بالمقرر بتاعهم بتاع التاريخ، أول حاجة درسوها حضارتنا. أنا بتكلم على المجتمع الأمريكي، وبتكلم على ولاية كاليفورنيا، وبتكلم على الإنسان الأمريكي، الطفل اللي راح المدرسة أول مرة عاوز يعرف إيه حضارته. وفوجئت بأن أول سنتين في الحضارة الأمريكية حضاراتنا هي الحضارة الفرعونية. وقلت والله الناس دول بيفهموا. إحنا ليه ما خدناش كده أيام زمان؟ أنا ما أعرفش كتير الصراحة. لما الأمريكان بيسألوني إيه الحضارة الفرعونية، إيه الأسر بتاعتها، ما أعرفش، ما شفتهاش، ما درستهاش، أنا آسف. حتى لما بيسألوني إيه الحضارة الإسلامية، والله ما أعرفش كتير، يعني لما بدرس التاريخ، لكن أنا راجل علمي يعني. قالوا لي إيه علاقة العلم بالحضارة؟ العلم والحضارة وجهين لعملة واحدة. علشان أنت تعتز بالعلم بتاعك لازم تعتز بحضارتك. وإحنا بنعلم أولادنا الحضارة الإنسانية، أعظم حضارة في العالم، الحضارة الفرعونية في مصر، لأن هي دي اللي هتدي الدفعة لأولادنا إن هم يبدعوا في معاملهم وفي أبحاثهم. أما يقول أنا جدودي يمتدوا ل7000 سنة وبنوا الأهرام وبنوا أبو الهول وحنطوا الجثث، يبقى هم جدلين إن هم يطلعوا القمر. وغير كده لو ما حسوش بعزة حضارة الإنسان هيعرف إن ما لهمش رصيد. فشلوا زمان وهيفشلوا دلوقتي. فإحنا بنعلمهم النجاح، قصة نجاح، ومفيش قصة نجاح أجمل. دي نظرة المدرسة اللي كانت بتكلمني الكلام ده. مفيش نجاح أجمل في الحضارة الفرعونية القديمة اللي بدت من 7000 سنة، اللي كل أمل شخص أمريكي بيحب المسلمين أو ما يحبهمش إنه هو يجي يزور مصر ويشوف مين الأرض دي اللي عملت كل الحاجات دي. جاء فيها سيدنا موسى، ليها نسب مع النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا عيسى جاء فيها، يعني فيها كل حاجة. الأرض الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى تجلى على جبل فيها. يعني قلت لهم أنتوا بتعتزوا بحضارة مصر وإحنا ما نعرفش حاجة الحاجات دي في مصر. يعني أولادي كان لازم يجوا أمريكا، يتولدوا في أمريكا علشان يفهموا الحضارة المصرية. قالوا لي والله إحنا فاكرين إن أولادنا ما كان المفروض يروحوا مصر عشان يتعلموا حضارة أجدادهم في مصر. قلت لهم والله ده كلام يكسف يعني، لأن إحنا ما عندناش. المهم يعني دلوقتي إحنا عندنا ثورة جديدة. يمكن إحنا الأول ما كانش عندنا طموح لأن آمالنا كانت مكبوتة. إحنا عندنا آمال أكبر بكتير إن إحنا نبقى قد أمريكا. إحنا عاوزين نبقى الدولة العظمى بتاعت المستقبل، بتاعت كمان 20 سنة عاوزين نبقى دولة عظمى، وكمان 40 سنة عاوزين نبقى القوى الوحيدة العظمى في العالم، لأن مكاننا بيقول كده وجغرافيتنا بتقول كده. ربنا حمانا بأجمل نهر في العالم، نهر النيل من أنهار الجنة، محدش عنده زيه. عندنا الإنسان المصري بطبيعته مبني بطريقة إن هو يقدر يتعامل مع أي حاجة في الدنيا. مفيش إنسان في الدنيا يقدر يتعامل بالحرية اللي بيفكر بيها الإنسان المصري.
وده يمكن سر الصبر بتاعنا على الحكام بتاعنا، وده يمكن سر صبرنا على الاحتلال اللي كان موجود، ويمكن سر صبرنا ان احنا كنوزنا كانت بتتسرق وصبرنا عليها وما فقدناش اعصابنا واستنينا لما تيجي النقطة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي عشان نبتدي، بس مش بس نبني ونعوض اللي فات، لان احنا عندنا ثقة في نفسينا طول الوقت اللي فات ان هتيجي اللحظة ان احنا هنقدر نعوضه وبسهولة. ازاي؟ نقول حضارة الإنسان، بناء الإنسان. بناء الإنسان أهم من بناء الأرض، أهم من بناء المدن، أهم من بناء الصناعة، أهم من بناء الجيش حتى. تبني إنسان في مرحلتين، على الأسرة جزء وعلى الدولة جزء. الأسرة جزء زي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن بناء الإنسان يبدأ باختيار الزوجة أو اختيار الزوج. لازم تختار زوجة كويسة علشان يبقى عندك ابن طيب. ما تقدرش تحط شجرة مر وتتوقع إنها يطلع قصب السكر منها. ما تقدرش تقول إن أنا هبني شجرة عقيم، هزرع شجرة عقيمة ما تطلعش حاجة وتطلع تفاح. لا، لازم نبتدي من الأول بذرة. بذرة لازم تكون طيبة ولازم تبقى حلال. حتى وجود الجنين في بطن الأم بيتطلب من الإنسان الواعي إن هو الأم إنها تغذي نفسها وتغذي جنينها بحاجة طيبة. حتى علاقة الراجل مع مراته ما تكونش فيها شد كتير وعصبية كتير وعدم توافق كتير عشان الابن ما يطلعش كله ضيق، لأن الحاجة دي بتنتقل. الحالة النفسية بتاعت الأم قبل الولادة بتأثر على الجنين قطعا. طيب الأم ربته، رضعته، كبرته، ويجي دور الدولة. العلم، فين العلم بتاعنا؟ يعني عيب لما نبقى دولة من أعظم دول العالم، أكتر دولة في العالم بتصدر، مش بقول فنيين، معلمين. احنا بنعلم الشرق الاوسط كله. مش عاوز اقول لحضراتكم ان احنا بنعلم امريكا، احنا بنبعت علماء لامريكا. معظم علماء العالم بيجوا من 4-5 دول منهم مصر. ما فيش دولة عربية بتصدر علماء لامريكا وبريطانيا وفرنسا الا مصر. الله، امال ليه عندنا 40% ولا 60% ناس حتى ما بيعرفوش يكتبوا اساميهم؟ إذا في مشكلة. ما كانش عندنا ثقة في نفسنا، لكن دلوقتي عندنا، ما لناش عذر يعني. طيب إحنا ليه ما نجيبش وعندنا أزمة بطالة؟ ليه إحنا يعني عندنا الدواء والداء كبير ومستفحل؟ كل اللي إحنا محتاجينه إرادة. صدقوني إحنا مش محتاجين فلوس. إحنا عندنا المكان اللي احنا نقدر نعلم فيه اولادنا، وعندنا الاساتذه الكفء اللي هم يقدروا يعلموا اولادنا، وعندنا الوقت، وعندنا الماده، عندنا كل حاجه. كل اللي علينا نبقى فيه اراده، وان المساجد والكنائس الصبح من الساعه 8 للساعه 5 ما عدا يوم الجمعه ويوم الاحد يبقوا مليانين بالطلبه، بصرف النظر مسلم ولا مسيحي، بس كلنا نتعلم نفس الحاجه. ليه؟ لأن احنا عاوزين يبقى عندنا خطة من 3 مراحل للشباب بتاعنا، نحوله من طفل إلى عالم يشهد له العالم كله. فعاوزين يبقى عندنا مناهج طيبة، مناهج لحب الوطن، مناهج تعرفنا بتاريخنا الفرعوني والإسلامي والمسيحي اللي قبل الإسلامي، وإزاي التعاون حصل بين المسيحيين والمسلمين لما المسلمين جم في مصر. الحب ده عاوزينه يستمر لحد دلوقتي، مش عاوزينه ينقطع أبدا. إحنا عاوزين المسلمين والمسيحيين يحسوا إن هم بيحبوا بعض بصحيح، مش بيجاملوا بعض. عاوزين إن إحنا نبني شاب يفهم الحضارة ويفهم العلم في نفس الوقت. وعاوزين نخطط له من سنة أولى ابتدائي إيه اللي هيعمله في آخر
مرحلة للتعليم بتاعه. عاوزين نخطط له ايه من سنة أولى، هيدرس ايه في الثانوي، هيروح الجامعة يعمل ايه. ما فيش مانع ان هو يغير بعد كده لو تفكيره اتغير، بس عاوزين وهو رايح سنة أولى عارف ان هو قدامه مستقبل كبير وحمل كبير ومسؤولية كبيرة هي اللي هتدفعه للمذاكرة، مش عشان يروح يلعب في الشارع. لازم يبقى في خطة. الرئيس اتكلم على موضوع التعليم، والرئيس يمكن من أحسن الناس اللي هم كفء انه يتكلم عن الموضوع ده، وبيحترم التعليم لانه راح امريكا وشاف التعليم وشاف التقدم وشاف الحضاره وتعامل معاها وكان جزء منها. فاحنا عاوزين ده ينعكس منه ومن امثاله والناس العلماء، الدكتور احمد زويل وغيرهم، على مصر. فعاوزين يبقى فيه خطه في التعليم، تغيير في المناهج، المنهج يكون منفصل تماما عن تعظيم رئيس الجمهورية، تعظيم ده تعظيم أفراد. عاوزين التاريخ بتاعنا يبقى صادق. عاوزين نعلم العلم من أول سنة أولى ابتدائي علشان الطفل يعتز باللي هو شايله في مخه. وإن شاء الله الحلقة الثانية نتكلم على التعليم المتوسط. أشكركم جدا على حسن الاستماع، وإن شاء الله نتكلم المرة الثانية. انتظروني وأنا أسعد بلقائكم. جزاكم الله كل خير على حسن الاستماع. الله الله يا ربي الله الله، ومن قلبي علي توضى كده من ملها، صلى الفجر ولف في مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله أكبر أم الدنيا كمان واكتر، لو قلت اوصفها أنا مش هنصفها وأكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين، ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء